يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى هنعمل كفته بطريقه حلوه قوي وطريقه اقتصاديه. يعني بنص كيلو هيرمي معانا كميه كبيره جدا، تقدروا بقى تستخدموها في السندوتشات للولاد، تقدروا تستخدموها في سندوتشات النادي، في الرحلات، جنب مكرونه، جنب رز بسمتي، باي طريقه انتوا عاوزينها. المهم هي طعمها تحفه للناس اللي بتحب البرغل. طريقه اقتصاديه، طريقه موفره، هترمي معانا كميه تنفع في العزايم، تنفع في اي حاجه. انتوا شايفين هي عامله ازاي قدامكم؟ طعمها يجنن وجوسي وطعمها فعلا خطير. اتمنى ان انتوا تجربوها وتبعتوا لي كده تطبيقاتكم الجميله اللي زيكم علشان تقولي لي رايكم فيها ايه. الكفته دي اقتصاديه. انا هقول لكم هنعملها ازاي ونوع البهارات اللي احنا هنستخدمها عشان يبقى طعمها حلو. مش بس كمان ان هي تبقى اقتصاديه، لا احنا عايزين يبقى ايه، طعم وشكل وكل حاجه معانا حلوه وتعجبكم. انا هجيب بقى الخضار بتاعي اللي انا هفرمه. انا معايا نص فلفلايه الوان وبصلايه ومعلقه كبيره معلقه صغيره من الثوم المهروس وشويه خضره كده صغننين و50 كده جرام دوش. هفرم كله كده مع بعضه ومش هصفي الميه، انا عايزه الميه بتاعته كده زي ما انتوا شايفين. هسيب بقى كده كل ده على جنب واحط معاه البهارات، معلقه كبيره من بهارات اللحمه، معلقه كبيره من بهارات الكفته، ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه صغيره فلفل اسمر، ونص معلقه صغيره توم وبصل بودرة بس يعني. وهجيب بقى ايه، نص كوبايه كده من البرغل الناعم، هغسله وهصفيه وبعدين احطه كده على الخليط دوت. انا مش ما صفيتش الميه، انا هخلي البرغل بقى كده ايه، هو بيبقى محتاج ان هو يتنقع في ميه، فانا مش هنقعه في ميه، انا هنقعه بقى في الميه بتاعه البصل والخضره او الخضار اللي احنا ما صفيناهوش. كله كده مع بعضه هيمتزج كده مع بعضه، اقلبه كويس مع البهارات. وطبعا انا نسيت اقول لكم احط معلقه كبيره كده من الملح ممسوحه. تمام. انا حطيته بقى كده، هسيبه على جنب لمده ساعه. بعد ما سبته كده على جنب لمده ساعه، هبتدي بقى ايه، ان انا اضيف عليه اللحمه بتاعتي. انتوا شايفين هو بقى متماسك ازاي بعد الساعه اللي انا سبتها؟ مفيش فيه اي ميه زي ما انا كنت موريه لكم في الاول. هحط على النص كوبايه البرغل دي، هحط عليها نص كيلو من اللحمه بالظبط. انا برضو حاطه اللحمه بتاعتي مستخدمه فيها نسبه دهون، فعلشان تنزل السوائل بتاعها او الدهون بتاعتها دي. الدهون هي اللي بتعمل توازن وتعادل كده في الطعم وتخليها جوسي وطريه وما تبقاش ناشفه معانا. انا هقلب كله كده مع بعضه وبعدين هاخده كده على الكبه وافرمه ايه، وش تاني. سبته وفرمته، هضيف بقى معلقه كده كبيره من البيكنج باودر، اقلب برضو تاني واعجن تاني كويس وبعدين هفحمها. فحمتها بقى كده تمام. لازم بقى ادخلها التلاجة ساعة. عايزين تعملوها من قبلها بيوم تمام، يعني في اول اليوم وتطبخوها على الغدا عادي زي ما انتوا عايزين. بس بعد اما افحمها وتدخل المكنة او المفرمة او الكبة مرة تانية لازم ترتاح يا جماعة. دي من اسباب برضو نجاح الكفتة. انا طبعا اخدت ميه البصل، فانا ما عنديش ميه بصل. هعمل ايه، هجيب شويه ميه واحط عليهم معلقه صغيره من البصل البودره وملح وفلفل ومعلقه صغيره من بهارات الكفته وكمان بهارات لحمه، وهضيف هو عليهم رجالي معلقه ناشفة كبيره من قوي. صوص الباربيكيو، بص هو اللي هو عشان يدينا طعم التدخينه كده اللي فيه، كمان وشويه راح كده صغيرين من الصويا صوص، ونص معلقه صغيره بس من كلنا القرفه ومعلقه سكر كده صغننه. اقلب بقى كله كده مع بعضه، وصدقوني هيطلع طعمه احلى كمان من ميه البصل اللي احنا بنسيبها على جنب لما نفرم الخضار كله مع بعض. هبتدي كده بقى ان انا اصبع الكفته بعد ما سبت الكفته ترتاح ساعه في التلاجة. اصبعها بقى على معلقه، على معلقه اللي هي المعدن، على سياخ الشيش طاووق، زي ما انتوا عايزين صبوها على ايديكوا زي ما انتوا حابين. اصبعها كده زي ما انتوا شايفين، واقابلها كده من المحلول اللي انا عاملاه اول الصوص اللي انا عملته. وبعدين بقى هضيف بقيته كده على الكفته وابتدي ان انا ادخلها الفرن على الرف اللي تحت خالص، واولع من فوق ومن تحت بالظبط اقل من ربع ساعه تبقى جاهزه وتطلع معانا بالشكل القمر التحفه ده. طعمها حلو جدا جنب المكرونه، وطعمها تحفتين في السندوتشات بالعيش الفينو. فهتنفع للولاد والولاد هتحبها جدا. وده غير انها فعلا اقتصاديه، هتعجبكم قوي والطعم مميز. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان انتوا تبعتوا لي تطبيقاتكم وتوروني تطبيقاتكم. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير الوصفه الجايه ان شاء الله. انا ديجا، باي باي.